كلنا طبعا متابعين حرب الفرس وبني صهيون، وكلنا كل واحد عامل بقى ايه، علامة، وده هيحصل وده هيتم، ودول لو عملوا ودول لو سووا، والحكاية والرواية طويلة وعريضة قوي. بس احنا عايزين نسأل سؤال صغير ورفيع قد كده: انت استفدت ايه من اللي انت شايفه في الحرب دي؟ ايه اللي لفت نظرك؟ اللي لفت نظري انا كشخص كتر الجواسيس اللي عند الفرس. عندهم جواسيس لا تعد ولا تحصى. كان قبل كده في لبنان، وبعدين في سوريا، دلوقتي بقت في الجواسيس كتيرة قوي. طبعا هم مولود عم، يعني الفرس وبني صهيون هم ولود عم. بس مين اللي بيكسب؟ اللي بيكسب اللي عنده جواسيس كتير، لان اللي الجاسوس جوه الارض بيدي المعلومه على طول. دين اضرب هنا يقوم ضارب هنا، روح هناك يقوم رايح هناك، يعني مشغلينهم شغل تمام قوي. انما لو ما فيش جواسيس كانت بقيت الغلبه للفرس، تخيلوا انتوا. انما الجواسيس الكتير دي هي اللي عامله مشكله وعامله ازمه. يا رب بقى، يا رب الدول العربيه كلها تاخد بالها من الجواسيس اللي جوه بلادها. الجواسيس كتير، خدوا بالكم، خدوا بالكم الجواسيس. لان بيقول لك بعد ما هيخلص من الفرس مش عارف هيتدور على مين تاني. ما هو بيقول لك ايه اضرب الاعور عشان اللعمه يفتح. خدوا بالكم من الكلام.